لو انا مش هستعمل عربيتي لفترة طويلة، شهر شهرين تلاتة سنة، مسافر ومش هستخدمها او حتى عندي عربية بديلة وما بستخدمش عربية بشكل مستمر، فعايز اركنها بشكل كويس يخليني لما اجي استعملها في اي وقت تبقى في حالة فنية جيدة. النهارده هنقول لكم على بعض الاحتياطات، وهنتكلم كالعاده في اوتو اكسبرت بوجهه نظر مختلفه ووجهه نظر علميه بتراعي مختلف انواع العربيات، بتراعي العربيات القديمه والعربيات الجديده، لانه الطريقه مش واحد، في اختلافات هتعرفوها في الفيديو ده. في بعض الاحتياطات يمكن بنسمعها مثلا لو احنا دخلنا على النت وقرينا، هنلاقي في احتياطات بتتعمل بره مش بالشرط يعني نعملها بشكل مماثل للي بيتعمل بره، لانه الظروف مختلفه زي درجه الحراره مثلا. الحاجات الاساسيه يمكن اللي بنسمعها وبنقراها انه العربيه يفضل انها تكون متغطيه بغطاء ووتر بروف، تكون في مكان في جراج، ما تبقاش في الشارع، تلافيا لدرجه الحراره العاليه في الصيف والحاجات دي، وعلشان نحافظ على البيئه قدر الامكان. دي يمكن الحاجات اللي هي اللوجيك واللي بنعرفها من كل المواقع لما بنخش نشوف او لما بنسال حد من الاصحاب او الاصدقاء يعني. حابين النهارده بشكل علمي بقى نقول لكم على شويه حاجات بتعمل مشاكل هي يمكن مش باينه، بعضها مشترك في العربيات القديمه والعربيات الجديده. في نوعيه تانية من المشاكل بتبقى في العربيات الجديده بس، وخصوصا من بعد 2016 وطالع. مش كل العربيات طبعا، لانه مش كل العربيات بتبقى مجهزه بنفس التجهيز، انما خلينا نلقي الضوء عليها ونتكلم فيها مع بعض في الحلقه دي علشان نطلع بفايده كامله هنتعامل ازاي مع عربيه انا بركنها لفتره طويله. وخلينا نقسم ده ما بين عربيات جديده وقديمه، والفترات ما بين شهر وشهرين وسنه. مبدئيا خلينا ناخد قاعدة عامة كده، انه خطأ شهير كلنا بنعمله ان العربية لو مركونة بسيب المفتاح مع حد واخليه يدورها لي. لو اللي هيدور العربية ما عندوش تعليمات محددة، او لو حتى انا هعمل ده بنفسي وما اعرفش الفرق بين ان انا بدور العربية دقيقتين تلاتة وان انا بدورها 15 20 دقيقة، فالحقيقة يبقى انا برتكب خطأ كبير في حق نفسي وحق عربيتي. والسبب لده انه لو انت بتدور عربية لمدة دقيقة او دقيقتين، في بعض الظروف وده بيحصل كتير، انه بيحصل تكثف لقطرات مية. سائل وبخار المية ده مع تكرار العملية بيبتدي بينزل على الزيت، فبيخلي الزيت بيتحول من زيت صالح للاستخدام لزيت غير صالح للاستخدام. طبعا انت اكيد ما تقصدش تعمل ده، انما لما بتدور العربيه دقيقتين ثلاثه وتبطلها، الظاهره دي بتحصل، بيبتدي الزيت يبوظ يتلف. و... وانا فاكر نفسي ان انا بعمل كده عشان احافظ على العربيه والاجزاء المختلفه. فلو انا هدورها دقيقه او دقيقتين، يبقى بلاش من الموضوع ده خالص، ما تدورهاش. عدم اداره العربيه هيكون افضل واحسن، خصوصا ان احنا كمان ممكن نكرر الموضوع ده زي ما بقول لك كل 3 4 ايام، فاحنا بنكرر نفس الحاجه الخطا بشكل متتالي. طب الحاجه الصح هنا ايه؟ الحاجه الصح ان انا طالما هدور العربيه ادورها لمده 15 دقيقه على الاقل. ليه؟ ال 15 دقيقه على الاقل دي بتضمن لي ان انا بوصل لدرجه حراره التشغيل. درجه حراره التشغيل دي اللي هي معناها حاجتين في العربيات القديمه والجديده، يعني حاجه مشتركه. لما بوصل لدرجه حراره التشغيل انا بتخلص من بخار الميه، بخلص من السائل اللي تكون نتيجه التكثيف، وبتخلص منه تماما لما العربيه بتسخن، لما الموتور بيسخن، فبالتالي انا مبيبقاش عندي اي مشكله من النوعيه دي. النقطة التانية بقى اللي تخص العربيات الجديدة كلها، مرسيدس، بي ام دبليو، اودي، مجموعة فولكس فاجن اللي هي بعد 2016، اللي هي مجهزة يورو 6 وحتى من يورو فوق، من يورو 4 وطالع. العربيات دي علشان اعالج العادم اللي طالع من الشكمان، انا بعتمد اعتماد كبير قوي على درجة الحرارة. لازم درجة الحرارة توصل درجة حرارة التشغيل. بعتمد على السخونية دي في ان هي بتعالج الغازات اللي طالعة علشان اتخلص من البي بي ام البارتكلز. في عربيات كمان فيها فلتر تاني اضافي، كنا اتكلمنا عليه في سلسلة حلقات فيديوهات بخصوص الزيت، ممكن انزل لكم لينك ليها دلوقتي. الفلتر ده لو انا دورتش العربيه لفتره طويله، الفلتر ده بيتسد. ف وكمان حتى العربيات اللي ما فيهاش الفلتر ده اللي قبليها، علبه البيئه نفسها لو ما وصلتش لدرجه حراره تشغيل مرتفعه انا بخسرها مع الوقت، يعني بتبتدي تتاثر بشكل سلبي، بيخلي علبه البيئه تتسد
ويبقى انا بدل ما انا بدور العربيه علشان افيد العربيه والموتور، لا ده انا بعمل حاجه بتيجي بنتيجه عكسيه. يبقى انا عندي دلوقتي نقطتين: النقطه الاولى لو عربيه قديمه الزيت بيتلف لو انا دورت العربيه لفترات قليله، والنقطه الثانيه كمان لو عربيه جديده زي ما قلنا فيها يورو 4 او يورو 6 مزوده باجهزه حمايه معالجه عادم متطوره، الاجهزه دي مع الوقت بيحصل لها تلف. فيبقى انا لازم لما ادور العربيه من 15 ل 20 دقيقه، واتاكد ان العربيه وصلت لدرجه حراره التشغيل. بلاش دقيقه او دقيقتين وثلاث دقائق دي اطلاقا. حتى هتلاقي لو قريت كتالوج العربيه هيقول لك تجنب قدر الامكان استخدام العربيه لمشاوير قصيره. بعد كتالوجات بتشرح بعضها، لا هو السبب اللي انا قلت لك عليه دلوقتي ده، ان انا لازم عشان احافظ على الموتور واحافظ على الزيت احافظ على اجهزه حمايه البيئه استخدم العربيه لفتره ممتده شويه. عشان كده بنصح يا اما ما ادورش عربيه خالص، يا اما طالما هدورها مش اقل من 15 دقيقه. طيب كل قد ايه؟ مش هتفرق، كل اسبوع اسبوعين. يعني انا شخصيا افضل طالما ان هي ملهاش داعي كل 3 اسابيع مره هيبقى كويس قوي. كل 3 اسابيع لو عمل الموضوع ده مره هتبقى كويس. اولا هحافظ على الاجزاء المختلفه في العربيه. اخد بالي برضو ان التكييف يفضل اسيب التكييف شغال حتى لو دقيقتين 3 بس، لانه عدم لو التكييف فضل فتره طويله ما اشتغلش، والفتره الطويله ما اقصدش بيها شهر طبعا، اقصد بيها موسم الشتاء بحاله مثلا احنا ما بنستخدمش فيه التكييف، العربيه 3 4 شهور ما استخدمتش التكييف. في بعض السيلز دي لما بتنشف بتتسبب انها بتسرب غاز الفريون. ما بتحصلش في اجزاء تاني في العربيه لانه ده غاز ومضغوط، فاي سيل يعني اي حاجه بسيطه، اي قطع لو مقاس السيل ده اتغير شويه نتيجه انه نشف فهيحصل تسريب. هاجي استخدم التكييف الاقي الفريون اتسرب، فبالتالي انا دخلت في مشكله انه حصل تسريب فريون ومحتاج اصلح الموضوع. واحيانا بيدخلنا في مشاكل لانه مش شرط الفني يكتشف ان المشكله من سيل بس، ممكن نفسي بغير حاجات كتيره قوي وهو الموضوع عندي بسيط جدا، شويه سيلات او السيلات بتتغير، موضوع تكلفته قليله وهتحمل تكلفه الشحن، انما احيانا الموضوع بيوسع عن كده يعني. فخلينا نقول انه نركز بقى في النقط دي. مره واحده كل 3 اسابيع ده كافي. انا مش ميال ابدا للموضوع ان انا اشيل كابل البطاريه، خصوصا انه في بعض العربيات الجديده مثلا هنلاقي فيها اوبشن لو انت مش هتسيب العربيه لفتره طويله قوي، بتختلف من عربيه لعربيه. الفتره دي بيبقى فيها اوبشن انه بيقول لك اختار الاوبشن ده لو انت هتسيب العربيه، بيقلل استهلاك البطاريه للحد الادنى. احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني ده عن الموتور وان ما دوروش فترات صغيره. هنتكلم عن البطاريه هنا شويه علشان نديها حقها برضه. خلينا نتكلم بشكل عام. البطاريات انواع، ويمكن احنا عملنا فيديوهات بخصوص الموضوع ده وقلنا فيها انواع البطاريات المختلفه. البطاريات لو انت عربيتك مزوده ببطاريه اي جي ام، برضو دي ما هتلاقيها موجوده في مرسيدس، اودي، بي ام دبليو. في عربيات اي اف بي هتلاقيها برضو، الاي اف بي هتلاقيها موجوده في عربيات تاني زي فورد، جيب. العمر بتاع البطاريات دي طويل شويه. العمر يعني عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل ارجع للفيديو الخاص بالبطاريات، انا زادك لينك ليه هيفيدك برضه. البطاريات دي بتستحمل الديب ديستشارج، فبالتالي حته انه العربيه هسيبها اسبوعين 3 شهر مش هتعمل فيها اي اضرار، غير البطاريات العاديه، غير البطاريات الجافه العاديه اللي في العربيات القديمه موديل 2005 و2000 مثلا. البطاريات دي مش محتاجة ان انا ادور عربية كتير علشان ما تبص او ما تتلفش. فانا افضل العربيات الجديدة دي ما ناخدش ابدا اجراء ان احنا نشيل كابل البطارية. هي العربية نفسها بتراقب حالة البطارية، وبيبقى عندنا حاجتين اللي هيحضر الفيديو هيعرفهم: في حالة الشحن والحالة الصحية للبطارية. الحالتين دول بيتقاسوا عن طريق سنسور راكب على البطارية بيدي بيانات للكمبيوتر بتاع العربية. احنا كمهندسين بنقدر نعرف لما نكشف الحاجتين دول، ومنهم بنحدد حالة البطارية ايه. اللي يهمك انت كمالك انه ما تشيلش هم بقى في العربيات الجديده ان انت تشيل كابل البطاريه، خليه هي العربيه بتتعامل معاها بشكل كويس مع البطاريه. وانت لما بتدور العربيه ال 15 دقيقه الشحن فيها بيتم بشكل، لو هي كانت محتاجه شحن بتتشحن، لو مش محتاجه شحن ما بتتشحنش. الموضوع بيتم بشكل اوتوماتيك وشكل منظم، فما ترهقش نفسك في حته ان انا محتاج اعمل ده ولا لا. طيب لو انا مش هدور العربيه لفترات، خليني اقول لك بشكل واضح: لو انت هتقعد سنه بره مثلا، لو انت قعدت سنه، بتكلم على البطاريه بس دلوقتي، لو انت قعدت سنه البطاريات العاديه اللي هي اصلا عمرها بيبقى سنه وسنه ونص، فانت طبيعي هتيجي لما تستخدم عربيه فيها تحتاج تغير البطاريه.
طب البطاريات الاي جي ام والاي اف بي اللي هي عمرها بيوصل 5 ل7 سنين، انا بص انت قدام احتمالين. الاحتمال الاولاني انت لو سبت العربيه مش دايره فتره طويله، انا ما افضلش في الاي جي ام انه نفضل اكتر من 6 ل 8 شهور ما نستخدمش البطاريه، علشان ده برضه هيأثر عمرها. فلو عندك حد هيدور العربيه زي ما قلنا كل 3 اسابيع شهر، هيدورها مده 15 ل 20 دقيقه، تاكد تماما ان انت لما هترجع تستخدم العربيه البطاريه هتبقى بحاله فنيه جيده، وهتكمل معاك السيرفيس لايف بتاعتها، وهتوصل لل5 وال7 سنين. فما نسيبهاش سنه من غير ما ندور العربيه، علشان ما نخسرش عمر البطاريه الطويل. وخصوصا البطاريه النهارده ثمنها كافريج بتتكلم في 10000 جنيه، فمش عايزين نخش في الجزئيه دي. فلو انا عربيتي من العربيات الجديده، يفضل موضوع ان احنا ندورها كل شهر، وما ما سيبهاش مثلا 6 شهور زي ما قلنا 8 شهور، لانه بنقصر عمرها جامد. طيب البطاريات القديمه زي ما قلت لك، هي كده كده لو هي عمرها سنه هي ثمنها قليل، ولو انت سبت العربيه سنه بحالها، فهي تاكد انك لما هترجع تدورها بنسبه كبيره، طبعا بتكلم بنسبه 95%، هتكون حالتها الفنيه تدهورت ومحتاجه تتغير فورا يعني. فخلينا عشان كده بقول لما هنحضر الفيديو بتاع البطاريات ونفهم انواع البطاريات المختلفه، هيفيدنا في التعامل كمان مع البطاريه. ما يخص الاطارات، الاطارات يفضل برضو ان العربيه طالما انا بدورها لو امكن لان انا ممكن اسيب العربيه مع فرد امن مثلا المفتاح او حاجه، او ابعت المفتاح مع حد يدورها. لو انا مش مؤتمن انه يتحرك بيها بلاش. الحركه بالعربيه هتفيدني في الاطارات، بقيه الاجزاء كفايه قوي ان انا ادور العربيه وهي واقفه زي ما قلنا 15 ل 20 دقيقه. لو انا عايز احافظ على الاطارات لاطول فتره ممكنه، يفضل ان انا احرك العربيه عشان اتلافى الفلات سبوت، انه يحصل جزء يبقى في الاطار، خصوصا ان هي والعربيه واقفه لازم بتفقد هواء بشكل تلقائي يعني. فهتلاقي التاير بريشر بيقل، فلو كل فتره براجع على ضغط الهواء بتاكد ان هو في الوضع السليم، او حتى لو ازيد شويه من المطلوب، وبتحرك العربية، فأنا بتلاشى حتة إنه يحصل جزء يبقى فلات، يبقى سطح فقد استدارته نتيجة توقف العربية عليه بشكل طويل، خصوصا في العربيات اللو بروفايل. العربيات اللو بروفايل يمكن أكتر شوية احتمالية تعرضها للنقطة دي. فخلينا نقول انه حركة العربية هتفيدك في الجزئية دي، حتى لو لمسافات قصيرة نتجنب ده ونحافظ على ضغط الإطار، لأنه طبيعي جدا لو مثلا قسنا الضغط بعد شهرين من التوقف هنلاقي الضغط قل كتير. فطبيعي طالما هتحرك اعمل بقى الحاجات ان انا ازود ضغط الاطار واخليه عند المستوى اللي انا متعود عليه، او اكتر شويه طالما العربيه ما بتتحركش. وفي الحاله دي انا بحافظ على الاطار لاطول فتره ممكن. دي كانت النقطة اللي احنا كنا حابين نغطيها معاكم علشان نتلافى المشاكل اللي احنا قلناها الناس بتعملها عن دون قصد، وهي بنلخصها لكم. لو انا عربيتي جديده انا مش محتاج اشيل كابل البطاريه، انا مش من انصار ده، لانه في اخطاء ممكن تحصل ممكن تبوظ الكنترولات. فخلينا بعيد، هي العربيه مجهزه ان هي ممكن تقف فترات طويله، سواء فيها الاوبشن ان انا بختار من قائمه التشغيل في العربيه ان انا هسيب العربيه لفتره، او حتى لو ما فيهاش فهي مجهزه بده انه هي تقعد فترات طويله لو البطاريات من الانواع اللي قلناها لكم. الحاجة التانية نتجنب ان احنا ندور العربية لفترات قصيرة جدا، علشان نحافظ على حالة الزيت لأطول فترة ممكنة. والزيت اللي هو بالمناسبة احنا عارفين معلومة ان احنا هنغير الزيت بعد سنة لسنة ونص، بس ما ساهمش في تدهور حالة الزيت بان انا بدور العربية لفترات قصيرة جدا. الحاجة التانية في العربيات الجديدة برضو نلاحظ انه موضوع علبة البيئة، موضوع الكاتاليتيك كونفرتر انا ببهدله، بخلي حالته الفنية سيئة لما ما بخليش العربية توصل لدرجة حرارة التشغيل، لانه بيتسد مع الوقت، لاني زي ما قلت بيشتغل بكفاءة مع درجة الحرارة المرتفعة. فلازم اسيب العربية دايرة فترة علشان دي يوصل درجة حرارة مرتفعة يقدر يتخلص من رواسب الكربونية اللي طالعة من العادم، فبالتالي اقدر اضمن عمر طويل. اكتر الحاجات اللي بتخلي علبة البيئة تتسد زي ما قلنا فيديوهات قبل كده، حالة الزيت ان انا ما كنتش مستخدم زيت بتاع العربية، وكمان ادارة العربية لفترات قصيرة، والحاجتين دول بيتحذر منهم واحنا قلنا لكم تحذيرات عليها كتير. في نقطة ما اتكلمناش فيها بالمناسبة، موضوع البنزين. يمكن بره اللي فيكم هيخش على ويب سايتس او هيقرا هيلاقي انه الناس بره بتنصح ان انا املى التانك على الاخر. من تجاربنا احنا وحاله الطقس عندنا، عايز اقول على معلومتين. لو انت عربيتك
من عربيات المينيمم بتاعها 95، يعني زي مرسيدس وبي ام دبليو مثلا، سوري، مرسيدس واودي. بي ام دبليو ما ينطبقش عليها الكلام ده. مرسيدس واودي ال 95 مينيمم المفروض. واحنا عارفين اللي بيحصل عندنا انه في الصيف كمان بتبقى امكانيه ان انت تحافظ على جوده الوقود والاوكتان مرتفعه صعب، لانه في معلومه لازم تبقى عارفها: مع درجه حراره مرتفعه الاوكتان بيقل نتيجة بخر بعض المواد، فالأوكتان بيقل. كمان الزمن، لو أنا سبت البنزين في العربية فترة طويلة الأوكتان بيقل برضو. فأنا كده عندي عاملين: درجة الحرارة والزمن اتوفروا، فبالتالي ممكن ألاقي درجة الأوكتان قلت. عشان كده في العربيات دي لو بعد 6 شهور مثلا جيت دورت ممكن ألاحظ إنه لمبة تشيك إنجن نورت عندي. هي ما نورتش عشان عطل، هي نورت لأنه الأوكتان اللي موجود في العربية قل في البنزين، فبالتالي العربية مش شغالة بالكفاءة المطلوبة فبتديني تحذير. علشان كده انا مش ميال قوي لحته ان احنا نملى التانك على الاخر. بره بيعملوا حاجه، بره بيملوا التانك عشان يتفادوا مجموعه من الحاجات منها الصدى مثلا في التانك. انما خلينا اقول انه في العربيات الجديده ما نملاش التانك على الاخر، عشان لو الاوكتان قل انا في الحاله دي هفضل ماشي بالتانك بالمسافه طويله قوي عشان يفضى، او هحتاج اروح افضي التانك. فعشان ما حصلش معايا الموقف ده كفايه النص او اقل، وربع التانك كمان هيبقى كويس. عشان لو بعد فتره طويله الاوكتان قل جامد انا اقدر بمنتهى البساطه اتحرك مشوار صغير حتى ولو لمبه تشيك انجن منوره لغايه محطه الوقود، بحط بنزين فريش الاوكتان بتاعه عالي، فبيبقى نسبته اكتر من النسبه الموجوده في التانك. لو انا مثلا سايب ربع التانك بس وبحط عليه 3/4، فالاوكتان بيترفع تلقائي، وبالتالي لمبه التشيك انجن بتطفي وبكمل استخدام العربيه بشكل مامون. غير لو انا مالي التانك على الاخر والاوكتان نمبر مثلا بتاع البنزين انخفض من 95 ل 92 او 91، في الحاله دي انا عندي احتماليه كبيره اني احتاج افضي التانك، او لمبه تشيك انجن هتفضل من ورا معايا فتره والمحرك مش هيبقى شغال بالكفاءه المطلوبه منه. خصوصا زي ما بقول لكم ان احنا اتوفر الشرطين: يعني الفتره الطويله ما بستخدمش العربيه، البنزين اتركن، وكمان درجه الحراره عاليه، والحاجتين دول بيقللوا رقم الاوكتان. طالما بنتكلم عن البنزين فبرضه ناخد بالنا من ظاهره انتشرت الفتره الاخيره. احنا نتيجه للدعايه اللي بتحصل للايثانول تولد عند البعض هاجس انه الايثانول هو الحل السحري لمشاكل الوقود، والحل السحري لانه لمبه تشيك انجن بتنور، وانه الاوكتان قليل، فانا هعالج المشكله دي بالايثانول. طيب لو انت مرتاح مع الايثانول، لو انت مطمن لاستخدامه، عايز الفت نظرك لحاجه: الايثانول لازم لو عربيه انت هتبطل استخدامها فتره طويله، خد بالك انه الايثانول لو قعد فتره في التانك هيعمل لك مشاكل. والمشاكل بتاعته تم مناقشتها في فيديو وحده بخصوص اضافات الوقود، وقلنا فيه انه الايثانول زي ما ليه مميزات ليه عيوب. العيب الكبير ليه هيكون في ان انت تخليه في تانك العربيه فتره طويله. لو انت بتستخدم الايثانول مع البنزين وبتحرقه اول باول مع البنزين، فانت تخلصت، ما عندكش مشكله في الجزئيه دي. انما لو انت حاطط ايثانول مثلا، حطيته النهارده الصبح في عربيه انت هتركنها وهتقعد مركونه 4 5 شهور 8 شهور، هنا في تحذيرات، والتحذيرات دي موجوده، بس هو اللي بيبيع لك المنتج مش هيقولها لك لسببين: لا اما انه مش عايز يقول لك عشان ما يقلقكش، او انه حتى ما يعرفهاش. فاحنا شوف الفيديو ده هيفيدك بتاع اضافات الوقود، انما بنقول لك حس ان الفيديو ده احنا مركزين على الخطوات الصحيحه لتخزين العربيه او لعدم استعمال العربيه لفتره طويله. خد بالك انه لما تكون هتسيب العربيه فتره ما تكونش مستخدم في التانك ايثانول علشان ما يعملكش مشاكل. دي نقطة برضو من تخص موضوع الوقود، خصوصا انه زي ما قلت لكم في ناس كتير بتلجأ لاستخدامه علشان المشاكل المرتبطة بالاوكتان نمبر، ففي ناس بتستخدمه بكثرة يعني. فناخد بالنا ان اللي هيستخدم الايثانول يتوقف عن استخدامه قبل ما يركن العربية لفترة ممتدة. ارجو انه يكون الحلقة مفيدة، ارجو انه يكون غطينا لكم اجزاء وليه ما بنقدرش نرد رد مختصر على الناس اللي بتسأل الأسئلة دي، وبنسيب المواضيع اللي زي دي للدورات التدريبية اللي بنعملها للملاك علشان نقدر نغطي أكبر كم ممكن من المعلومات، نقدر نتعامل مع العربيات بشكل مأمون، نطول عمر العربية وكفاءتها الفنية لأطول فترة ممكنة. وفي النهاية أرجو أن الفيديو يكون عجبكم. شكرا.